في الفيديو ده هنتكلم عن مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي. هركز على تفاصيل مهمة جدا وهقول لك الأسباب الحقيقية لعدم صعود النادي الأهلي إلى نهائي كأس العالم للأندية. كل حاجة في الدنيا لها أسباب معينة، وخلي بالك عدم الصعود إلى نهائي المونديال لثلاث أسباب. أولا الإدارة، كابتن الخطيب بيتحمل جزء كبير من المسؤولية. ثانيا مارسيل كولر. وثالثا تخاذل بعض اللاعبين، ضياع الفرص بقى، الدلع، الرعونة، القصة دي. طيب هنبدأ بالإدارة وكابتن الخطيب. كان لازم الخطيب يتعاقد مع مهاجم أجنبي رقم 9 سوبر، شغلته في الملعب يسجل أهداف، ولكن رئيس النادي الأهلي اتعاقد مع أنتوني موديست بشكل مجاني، صفقة مجانية من غير فلوس. موديست ده لاعب مشطب كورة، أرقامه كانت سيئة جدا مع بروسيا دورتموند، رغم كده الأهلي اتعاقد معاه. اللاعب حتى الآن مش قادر يثبت نفسه مع النادي الأهلي وقدم أداء غير مقنع. هنتقل إلى السبب الثاني لعدم الصعود إلى نهائي المونديال، وهو مارسيل كولر. كولر عنده خطأين. أول خطأ التعاقد مع موديست، يعني صمم عليه واختاره من بين المهاجمين المرشحين. كان في عدد كبير من اللاعبين على رادار النادي الأهلي لتدعيم مركز المهاجم رقم 9، فهو كولر اختار موديست، وده قرار كارثي أصلا يعني. ثانيا قائمة كأس العالم للأندية واستبعاد أحمد عبد القادر وصلاح محسن وكريستو. انت عندك غيابات وفي مشاكل في الخط الأمامي، ورضا سليم مصاب. ليه بقى انت تستبعد أحمد عبد القادر؟ ليه تستبعد كريستو؟ اتنين لعيبة عندهم مهارات وعندهم حلول، يقدروا يطوروا من المنظومة الهجومية، يقدروا يعني يصنعوا الفارق في الخط الأمامي. بتنزل كريم فؤاد. كريم فؤاد مش جناح. طاهر محمد طاهر يعني مش مقنع قوي. ما انت عندك أحمد عبد القادر، وعندك محمد إداو كريستو، وعندك صلاح محسن. لو انت مش مقتنع بصلاح، عندك اتنين لعيبة يعني كانوا هيفيدوا النادي الأهلي في كأس العالم. ثالث سبب بقى رعونة اللعيبة، تخاذل بعض اللعيبة، تخاذل حسين الشحات وكهربا وتاو، خاصة في ماتش فلومينينسي البرازيلي. حسين الشحات تقريبا يعني كل قراراته كانت خاطئة قدام فلومينينسي. هو لاعب أناني، مش عاوز يباصي الكرة، مش عاوز يلعب السهل، عنده ترقيصة واحدة بيقطم لجوه ويشوط. اتحفظت. لازم الجناح ده يكون عنده المهارة والحلول والمرونة. الحل الأول والتاني تراوغ، ترقص، يكون عندك سرعة شوية، تلعب في مصلحة الفريق مش في مصلحتك انت. الشحات فعلا كان أسوأ لاعب في مباراة الأهلي وفلومينينسي. يجي بعد منه كهربا ضيع فرص كتير، كرة براسه يعني سهلة. بيرسي تاو نفس الكلام، مش قادر يتحكم في الكورة، مش قادر يسيطر وضيع فرص أيضا. بس برضه يا شباب بكل أمانة المفروض النادي الأهلي يكون عنده مهاجم 9. مفيش فريق في العالم، مفيش فريق كبير في العالم لا يمتلك مهاجم سوبر في الشق الأمامي، يسجل أهداف، يستغل، يخلص الفرص، يكون عنده خبرة تسجيل أهداف ومهارة تسجيل أهداف. تخيل لو عندك مهاجم وحش كده، سوبر ستايل جيد، فيرود سترايكر 9 صريح، يسجل أهداف. النادي الأهلي كان يقدر يسجل هدفين أو 3 كمان على مسؤوليته الشخصية، بس انت ما عندكش. تمام. فيعني كشف حساب كده، لو هنعمل كشف حساب للإدارة والجهاز الفني واللعيبة، للإدارة رقم 1، الإدارة تتحمل المسؤولية رقم 1، وبعد كده الجهاز الفني بقيادة كولر، وبعد كده بعض اللعيبة. اللي يزعل أكتر بقى إن اتحاد جدة كان أقوى من فلومينينسي. فريق فلومينينسي يا شباب جاي يهزر بجد، بيلعبوا على الواقف، بطء كبير في تحضير الهجمة، مصباص بشكل غريب، بشكل يخوف. يعني لو انت ضغطت هتسجل، اضغط بس بشراسة هتقطع الكورة. هما بيتدلعوا، ده مش لعب يعني. بجد انا اول مرة اشوف ماتش كامل لفلومينينسي. انا اتكلمت عنهم الفيديو اللي فاتت، قلت لك اخطر 3 لعيبة عندهم يعني جيرمان كانو، اللاعب اللي هو سجل هدف، جون كيندي اللي هو نزل بديل شعر ابيض وسجل الهدف الثاني لفلومينينسي، واتكلمنا عن كينو. بس بشكل عام في المجمل لا، هم عندهم ثغرات كتير جدا، والنادي الاهلي كان يقدر يسجل اهداف كتير جدا. وفريق كسول يا اخي، ده لعيبه اقول لك ايه مخلصه. مارسيلو بيخلص، كينو بيخلص، عندهم 2 لعيبه قدام. اللاعب الاسمر اللي هو سجل هدف من خلال ضربه جزاء، واللي هو نزل في الشوط الثاني جون كيندي. غير كده ما عندهمش، غير كده يعني بطء كبير جدا.
عند فلومينينسي. ضيعنا فرصة سهلة جدا للصعود إلى نهائي كأس العالم. صعب الموضوع ده يتكرر، صعب السيناريو ده نشوفه. بجد الموضوع يعني يحزن. النهارده كنت عشمان النادي الأهلي يصعد، والموضوع ما كانش مستحيل ولا كان صعب أصلا يعني في الأساس. لما نتكلم عن تشكيل كولر النهارده في خطأ. مشاركة أكرم توفيق. ليه أكرم توفيق يلعب أساسي؟ خلي بالك أكرم طبعا لاعب مقاتل وأسد وبيلعب في أكتر من مركز، ولكن في حاجة اسمها التأقلم والانسجام التكتيكي. يعني إيه؟ يعني أكرم بيلعب في مركزين، ظهير أيمن ولاعب وسط رقم 6. من الأساس أكرم كان مصاب الفترة الأخيرة، لاعب مرة ظهير أيمن ماتش أو 2 بالكتير يعني. بتلعبه النهاردة رقم 6، بتلعبه رقم 6 في نص الملعب. أولا اللاعب مش جاهز بدنيا، ثانيا اللاعب تحس انه تايه في الملعب، تحس انه مش عارف ولا يدافع ولا يهاجم. تمام. امام عاشور الشوط الثاني اداؤه البدني بدنيا وقع، يعني بجد امام عاشور انا مستغرب هو امتى مستواه هيكون ثابت يعني مع النادي الاهلي. خلاص كولر شايف ان امام عاشور وقع بدنيا، طلعه اسحبه على طول ونزل قفشه. تمام. شايف ان اكرم توفيق مش قادر يأدي، اسحبه بدري عشان تصلح وتعالج الاخطاء وتصلح المشاكل. بس هو كولر دايما اصلا تغييراته بتكون متاخره شويه. انا مش هتكلم كتير اصلا عن النواحي الفنيه ولا النواحي البدنيه. هقول لك ايه بس، يعني الشوط الاول النادي الاهلي كان يقدر يخلص. للاسف الشوط الثاني بقى جات لهم ضربه جزاء من خلال مارسيلو، ضربه جزاء صحيحه اللي تسبب فيها بيرسي تاو، وشاطها لاعب فلومينينسي. الشناوي اترمى عليها، لكن توفيق يعني هو خلاص قدر ربنا كده، قدر ربنا. بالمناسبة أنا عاوز أحيي النهاردة ياسر إبراهيم عمل جيم عالمي. وقف كانو ده على فكرة نجم كبير أرجنتيني يعني. علي معلول كان جيد جدا. الشق الأمامي كله مش حلو يعني، وزعلان منهم كلهم يعني، كهربا والشحات وبيرسي تاو. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هنلعب بقى على الثالث والرابع امام اوراوا الياباني بشكل كبير، لان بكره المان سيتي هيلاعب اوراوا الياباني. النادي الاهلي بنسبه كبيره هيلاعب اوراوا بطل اليابان او بطل بقى دوري ابطال اسيا. انت فاهم ازاي؟ هندعم النادي الاهلي دايما، بس احنا بنوضح الامور وبقول لك الاسباب الحقيقيه وبقول لك الاسباب الجوهريه. يمكن ناس كتير مش هتتكلم عن المواضيع دي، وناس كتير بتخاف من غضب جماهير او مثلا اداره او جهاز فني. لا انا مش بخاف، انا قلت لك الاخطاء كله عنده مشاكل وكله يتحاسب في الموضوع ده، مش لعيبه بس. مش هرمي اللوم على كهربا او الشحات، ما انت اصلا الاداره ما وفرتش لعيبه. الجهاز الفني اللي هو كولر اختار انطونيو موديست، اللاعب اللي هو مفنش كوره بيخلص يعني. انت فاهم ازاي؟ ما كل دي اسباب. ما انت لو عندك مهاجم جيد خلاص كنت تكسب بسهوله على فكره. بس يا شباب اتمنى ندعم، انا هدعم طب برضه يعني، لازم ندعم النادي الاهلي الفتره الجايه. شكرا ليكم، السلام عليكم.